احنا هنا يا جماعة خلاص في مقبرة الكاتاكومب في كوم شقافة. بصوا هنا هي الفكرة ان المقبرة دي من العصر اليوناني الروماني، فكانوا برضو بيتخذوا من الحضارة المصرية اهم الزخارف اللي فيها. زي ما انتوا شايفين عاملين التاج بتاع العمود زي التيجان المصرية القديمة، وكمان مستخدمين الشمس المجنحة اهي. وفي حاجات كتيرة جدا عاملينها، وفوق كمان الأفعى ال- الكبرى اللي عليها الشمس اللي هي رمز الجنوب. طبعا هنا بصوا معانا زي ما قلنا واخدين متخذين من الحضارة المصرية الرموز والأشكال بتاعتها. هنا عاملين حتحور البقرة اهي على هيئة واحدة ست جميلة، وهنا عاملينها البقرة كاملة. وزي ما انتوا شايفين هنا برضو نفس محكمة الحياة الأخرى عند قدماء المصريين. هنا واقف تحوت قدام الميت، وهنا حاطين الميت أهو، وجنبه هنا أزوري اسمه أنوبيس سوري، وهنا حورس. يعني متخذين برضو حاجات مقتطفات منها. وهنا زي ما انتم شايفين طبعا الفن اليوناني غالب أكتر. يعني شوفوا هنا مثلا عاملين أنوبيس بالشكل ده عامل ازاي. طبعا ده مش شكل المصريين، ولكن هما بس بيتخذوا الرمز نفسه، لانهم لما الرومان جم مصر حبوا انهم يعملوا عشان يتقربوا من المصريين، فحبوا انهم يتخذوا الزخارف بتاعتهم، وكمان المعبودات بتاعتهم زي ما انتوا شايفين كده. هنا حاطين برضو زي ما انتوا شايفين هنا الملك برضو بنفس الهيئة المصرية القديمة. شايفين ده منظر زي منظر بتاع حتب. هنا الملك اهو لابس التاج، وهنا قدامه حتحور البقرة، وهكذا. وهنا شيماء معانا. هاي شوشو. حبيبي والله انت اللي محلية اليوم، بصراحة انت اللي محلية اليوم بجد.